السلام عليكم ورحمة الله. معكم سفيان الودادي في فيديو جديد. الموضوع ولا الحاجة اللي غادي نهضر عليها هو الخروج الأخير ديال الشخصيتين أنس كوراني وكذلك هشام أيتمنة، اللي عندهم نية ترشيح للمنصب يعني رئيس الوداد الرياضي. ولكن هاد جوج شخصيات فكاين واحد الاختلاف كبير بيناتهم، بين واحد يعني اللي معروف أنه كان مسيّر اللي هو أيتمنة، اللي ديجا يعني سيّر شباب المحمدية وعنده خبرة وعنده تجربة والناس كلها كتعرفه. وبين يعني الشاب أنس كرامي اللي 33 سنة، اللي مشجع ودادي منذ الصغر، اللي عايش على برا، عنده تجربة في التسيير ديال الشركات اللي تقريبا أنا كنعتبرها سابقة، يعني في تاريخ تقريبًا البطولة، أن كيجي واحد الشاب اللي تيحط المشروع ديالو لرئاسة الوداد الرياضي. هاد الشي في غض النظر واش هاد الشي يعني صحيح 100%، واش هاد أنس كورامي فعلًا قادر أنه يسيّر نادي بحجم الوداد الرياضي، واش فعلًا الأمور كلها اللي قالها أنس كورامي أنه يقدر ينفذها على أمر الواقع. لأن الكلام المكتوب على الورق حاجة والتطبيق ديالو حاجة أخرى، خصوصًا في البطولة الوطنية ديالنا، اللي كلشي تيعرف أنها خاص رئيس اللي يكون مجرّب ويكون محنّك. أنا دخلت وقريت بزاف ديال التعليقات في الوقت اللي كان أنس كرامي يعني حَط المشروع ديالو أولا لاح الفيديو ديالو اللي كيعلن فيه ترشيح، وكيقول أنه لقى بعض الصعوبات من طرف يعني الناس اللي داخل الوداد الرياضي، منهم أنه ما تقبلش الانخراط ديالو، بزاف ديال الحوايج اللي هضر عليها. فشفنا يعني في السوشيال ميديا الناس دائمًا بين مؤيدين ومعارض. كاينين الناس اللي تيقولوا هادو هما الشخصيات اللي بغينا يسيروا لنا الفريق، يعني شباب يعني طموحين، شاب عنده يعني أفكار يعني جميلة، حَط يعني البروجي ديالو وشافته الجماهير كاملة. وكاينين الناس اللي اقتنعوا بزاف ديال النقاط اللي عنده، وكاينين الناس اللي كانوا معارضين لبعض النقاط. المهم بالنسبة لي أنا أنه دار شي حاجة زوينة، لأنه حَط المشروع ديالو على الأقل وشافته الجماهير، وكان عندها القدرة أنها تناقش هذا المشروع وتشوف النقاط السلبية والنقاط الإيجابية. بالنسبة للشخص الثاني اللي هو هشام أيتمنة، اللي شخصية اللي معروفة يعني على الساحة الكروية المغربية، يعني عامةً، الرئيس السابق ديال شباب المحمدية، الغني عن التعريف. يتمنى هو شخص يعني ودادي، يحب الوداد يعني كما كنعرفوا. كثير من المرات يعني كان كيجي يعني كيتفرّج في الوداد الرياضي، كان يساند كثيرًا يعني الرئيس السابق، هو من الأصدقاء الأوفياء ديالو. كان يساند كثيرًا اللاعبين، لأن أكثر اللاعبين اللي مؤخرًا لعبوا في الوداد الرياضي فهُم كانوا يعني من الإنتاج الخالص ديال أيتمنى، أولا هو الرئيس اللي كان جلب هاد اللاعبين وكانوا جاوا للوداد الرياضي، اللي منهم الحارس مطيع. أيتمنى كذلك اللي خرج يعني يوم أمس يعني في أحد يعني المنابر الصحفية عبر فيديو، وقال أنه أنا يعني إلى عبد المجيد البرناكي فتح ترشيح فأنا غادي نكون من الناس اللي غادي يخدموا معاه. فهاد الأمور هذه ما عرفناش شنو كيعني بهاد الأمور، ولكن كما سبق ليا و وقلت في واحد الفيديو أن تيبان أن الأمور يعني من الأول أنها واضحة، أن الأمور كتبقى بين البرناكي وبين أيتمنة، وغالبًا أن البرناكي غادي يبقى هو الرئيس المديري ديال الوداد الرياضي، وغادي يجي أيتمنة هو يعني رئيس الفرع ديال كرة القدم. كما قلنا سابقًا، لأن الأمور كيفاش كانت مرتبة فهي كتبان أنها مدروسة من الأول بين هاد الناس هادو. لأن كما قيل سابقًا أن بن عسكر جاء بتوصية من مدرب، وهذا المدرب هذا فكما قلنا كانوا 3 الأسماء: عموتة وكارتيرون سانتوس. لكن كثير الأخبار يعني ربطت يعني عموتة بالوداد الرياضي، وأنه كاين اتفاق وعموتة هو الذي يشرف على ما يقع يعني في الوداد الرياضي بالنسبة للفريق. كانت هذه الأمور كلها إلا كانت صحيحة فهي كانت مرتبة من الأول، وهذا الشيء أنا
كنت تكلمت عليه وكنت هضرت عليه، هو أن الرئيس ديال الوداد الرياضي هو الذي يسير في الخفاء هذه الأمور. شفنا أن المكتب يعني تشكّل وشكّلوه يعني البرناكي من عدة شخصيات اللي كانوا يعني في المكتب اللي شكّلوا البرناكي، لأنه هو الرئيس الشرعي لمدة 4 سنوات. ولكن على ما تيبان لي أنا أنه غادي يكون جمع عام استثنائي، غادي تفتح باب الترشيح، غادي يحطوا المشاريع ديالهم والمنخرطين هما اللي غادي يصوتوا. ولكن إذا كان اتفاق يعني مسبق، راه غادي يكون يعني التصويت دائمًا لصالح الشخص اللي كان يسيّر منذ مدة طويلة، هو اللي كيقوم بهذه المسائل هذه. فأنا على ما أتوقع أن الأمور بين البرناكي وإيتمنة، وغالبًا يمكن غادي يكون أيتمنة هو رئيس الفرع ديال كرة القدم، وغادي يكون رئيس المكتب المديري هو البرناكي على ما كيبان دابا، ولكن الله أعلم. أما بالنسبة لي أنا، تقول لي شكون اللي بغيتي يشد الوداد الرياضي، نقول لك أنا بغيت أي شخص يشد الوداد الرياضي فهو يخدم الوداد الرياضي ويخدم لصالح الفريق، لأنه خدام مع الفريق ماشي لصالح يعني الأمور الشخصية ديالو. أنا لست لا مع أيتمنة ولا مع البرناكي ولا مع أي شخص. أنا كنقول دائمًا فاللي عنده الحق أنه يختار الرئيس المناسب، فراهم المنخرطين هاد 472 أو 475 فهما اللي في الأمانة ديالهم أو في الرقبة ديالهم المسائل ديال الوداد الرياضي، لأنهم هما اللي غادي يصوتوا. حنا كجماهير واخا نطالبوا بشي اسم، فالمنخرطين اللي كيعرفوا شنو كاين داخل البيت الودادي فهما اللي عندهم الحق أنهم يصوتوا على الشخصية اللي عارفينه أنه غادي يخدم الوداد بالقلب ديالو، وهما اللي كيبقاو المسؤولين يعني على كل شيء يعني ما يقع في مسائل الترشيح ومسائل الرئيس. أنا أي رئيس جاء للوداد الرياضي وكانوا المنخرطين اللي صوتوا عليه فأنا غادي ندعمه، ولكن في نفس الوقت غادي ننتقده إذا دار شي أخطاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.